الحمد لله. الحمد لله يا جماعه، ده انا كان قلبي هيقف في الكره الاخرانيه دي. الحمد لله خلصت. اخيرا اخيرا، ماتش صعب جدا على الاهلي. ماتش صعب جدا، الاهلي في اسوأ حالاته. عماد النحاس النهارده قدم مباراه في منتهى السوء. قدم مباراه اسوأ من اللي كان بيقدمها مارسيل كولر مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. قدم مباراه ما فيهاش اي حاجه يا جماعه. ما فيهاش اي حاجه فنيه. يعني حتى اللي هيطلع يتكلم في المباراه ده هيطلع يتكلم في ايه؟ ولا في تكتيك ولا في نيله. مباراه فقيره جدا من النادي الاهلي. مباراه سيئه جدا من النادي الاهلي. اللي هيطلع يتكلم في فنيات يتكلم على علي ماهر واللي عمله علي ماهر النهارده في فرقه النادي الاهلي. علي ماهر النهارده يا جماعه ماسك الكره من النادي الاهلي 90 دقيقه. علي ماهر مسيطر على وسط الملعب بطريقه النادي الاهلي مش عارف يخرج بالكوره. علي ماهر النهارده ضغط عالي طول احداث المباراه يا جماعه. النادي الاهلي مش عارف يعمل باصتين على بعض طول الشوط الثاني يا جماعه. النادي الاهلي مش عارف يعمل هجمه طول الشوط الثاني. ايه المباراه دي؟ انا عمري ما شفت الاهلي بالسوء ده. مباراه سيئه جدا. الحمد لله اهم حاجه في المباراه دي، والحاجه الايجابيه الوحيده في المباراه دي، ان احنا كسبنا المباراه دي. شكرا يا اشرف بن شرقي. شكرا شكرا، جميلك ده فوق راسنا، وشكرا يا ياسر ابراهيم.